الله الله الله. مساء الخير، ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، ونقول لكم صلي على رسول الله. لازم تعمل كده. طبعا عياركم فلت سنتين سايبكم. طبعا ما رحت زرت امك ولا زرت خالتك النهارده الجمعه. دي مش صدفه. قالوا لي نبدا البرنامج يوم السبت، قلت لهم ماشي، بس هقول لهم مبدا يوم السبت. امبارح كان الجمعه، رحت زرت امك، زرت خالتك، زرت عمتك. على فكره الحكايه دي سبب كافي ان الواحد يرجع يشتغل، مع ان انا كانت وجهه نظري ان الواحد لما يقرب من 60 او يوصل لها يجب انه بقى ايه، يعني يقعد كده يتفرج، يقول خبراته لحد، يتكلم، يشتغل مستشار، يشتغل اي حاجه ويسيب المجال. لكن من ساعه ما قعدت او اقعدت او اي حاجه، يعني بانك هتعمل مشاكل، لسه ما بنقول يا هادي. من ساعه ما حصل اللي حصل، اللي هي احداث ديسمبر سنه 15 26 ديسمبر، قبليها كان بشويه وبعديها يعني قعدنا واللي كان وانا بفكر انه يعني كويس كده ونسيب المجال. لكن بدأوا يعني يلا لا لازم تنزل، لازم تشتغل. ويبدو ان في بعض المهن ربما تكون مش متقيدة يعني بسن، ممكن يكون الواحد قادر على انه يعطي. فخلال السنتين دول جاتني اكتر من رسالة بخصوص يوم الجمعة، انك انت كنت بتطلع تقول للناس روح شوف امك وشوف خالتك وشوف عمتك وشوف قرايبك. على فكره مش ضروري لما اقول لك كده اكون انا بعمل كده باخلاص، رغم ان انا كنت عند اختي امبارح وجات لي النهارده قبل ما اجي التصوير. اخواتي الاثنين ماتوا، بس انا عندي 3 اخوات تاني في اسكندريه، واحد في دمنهور. ابويا كان كده منتشر ومتوغل. فيعني المساله دي مساله في غايه الاهميه، ممكن تبقى سبب كويس جدا ومقنع جدا ان الواحد يرجع. ودينا رجعنا. بعض الناس قالوا بقى منتظرين برنامج جديد ومش جديد. الحقيقه انا اقول لكم بصراحه، استاذ فرماوي، محمود فرماوي، عامل ديكور جميل جدا. انا اول مره اشوفه دلوقتي حالا. انا بخاف من القصه دي وبخاف من الحاجات ديت، فباجي على الشغل وخلاص اقعد على الكرسي واقول الكلمتين بتوعي، معتمدا على توفيق من عند ربنا سبحانه وتعالى. انا كنت بقول ايه؟ نسيت، معلش. كنت بقول ايه يا هبه؟ ازيك يا هبه؟ الحمد لله على السلامه. يعني رجعنا. مش فاكره انت برضه، انت مش المهم انه الناس بتقول نعمل حاجه جديده وحاجه. الحقيقه انه الجديد موجود طول الوقت. ليه جديد طول الوقت؟ لان انت جسمك بيتجدد كل لحظه، والدنيا كلها بتتحرك في كل اقل من ثانيه. الدنيا كلها ربنا سبحانه وتعالى خلقها كلها بتتحرك. فالجديد مش انا ولا باب الخلق، الجديد الخلق نفسه. لازم تعرف ان انت جديد طول الوقت، ولازم تعرف انك ما ترقدش، يعني ما تكنش على افكارك او على يعني على اشيائك الخاصه. لان احنا ناس كتير اذا ما كناش هنقرب من بعض هيبقى في مشكله. عشان كده احنا قلنا باب الخلق. صحيح دي حتتي اللي انا اتربيت فيها، لكن الخلق الناس لازم تلم على بعضها. عشان كده حبيت اقول في الاعلان اللي بنزله قبل ما نبدا انه احنا